ضربت في قناة السويس وإسكو والشمس وكان في برضه نادي اسمه نادي المية جربته وكذا حاجة. بالظبط 99 بعد كده. بس نطاق البرامج أحمد. ده مهنة التدريب دي مهنة قاسية جدا. أيمن العربي. ماشي، أيمن العربي مطرب شعبي. حقيقي حضرتك في جملة واحدة بس وبعد كده هقول لحضرتك السؤال. حبيبي يا عسل مدحت يا عسل، حبيبي يا عسل شلبي يا عسل، كل اللي شاف جمالك يضرب بك المثل. يا عسل حبيبي يا عسل شلبك يا عسل، كل اللي شاف جمالك يضرب بك المثل. يا عسل حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل، حبيبي يا عسل مدحت يا عسل، كل اللي شاف جمالك يضرب بك المثل. يا عسل. يلا ايمن قول. لو حضرتك دلوقتي لسه بتعمل في اتحاد الكوره كمستشار، تختار حضرتك المجال الاعلامي ولا تبقى مستشار في اتحاد الكوره؟ وهنشوف حضرتك على انهي شاشه المره الجايه. اوكي. هو وانا في اتحاد الكوره اخر 3 سنين قدمت طلب لمجلس اداره اتحاد الكوره ان انا هشتغل بدون اجر. ولو هم ما كانوش وافقوا كنت انا مشيت، لان هم يعني كانوا متمسكين بيا زياده عن اللزوم. فوافقوا. اخر 3 سنين ليا في اتحاد الشرطه وانا في اتحاد الكوره وانا مسؤول اعلامي اتحاد السياسي في اتحاد الكوره كنت ما باخدش فلوس. لكن طبعا اكيد الاختيار اعلامي. ايوه هتشوفني فين؟ عايزين بس نعرف ايه اللي حصل مع الام بي سي برضه. الام بي سي الجماعه كلموني. طبعا الام بي سي ساعه لما رحت انا اشتغلت معاهم كان عندي 4 عقود من 4 قنوات محترمه جدا. الام بي سي لما كلموني كانت تجربه بالنسبه لي جديده لانها قناه مصريه عربيه. يعني القنوات الثانيه كانت مصريه عربيه طبعا تبع السعوديه. اسم حلو وتبع السعوديه زي ما انت بتقول. السعوديه ليها خير وفضل علينا بالاضافه ان هي ايمج يعني. فرحت عملنا عقد واتفقنا وكل حاجه. امكانياتها احسن. يعني حاجه محترمه الحقيقه جدا وكل القنوات محترمه، لكن يعني الام بي سي ليها قدر خاص. فرحنا واشتغلنا. لما الدوري وقف الناس شارين دوري ودافعين ملايين الدولارات ومش عارفين يستثمروا لانه الدوري وقف. الدوري هيشتغل، الدوري راجع، الدوري مش راجع. هي برضه صعبه وهي قناه ايمج زي ما بقول لك. يعني ايه، ما ينفعش ان كل شويه في دوري تشتغل وبعدين تقف وبعدين تشتغل. حاجه ما فيهاش شياكه. قناه بتحترم نفسها. فكلموني قالوا لي احنا بنوقف كل العقود كذا وكذا وكذا. مش مشكله. نوقف كل ما ينفع نقول 1 2 3 4 عادي. انهينا العقود كلها لكل البرامج الرياضيه. بالتراضي والناس بكل شياكه، بكل اناقه، بكل كياسه، بكل حب، بكل تقدير. تماما يعني. الله اعلم هل هيرجعوا رياضه ثاني؟ ده اجابه على سؤال. هل هيرجعوا رياضه ثاني؟ هل مش هيرجعوها؟ هل هيحتاجونا؟ هل مش هيحتاجونا؟